يا اهلا باقوى ناس في قناه اقوى افلام. لو لسه ما شفتش الجزء الاول من فيلم حزوقة فانت هتقدر تلاقيه في اي حته، يعني هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو، هتلاقيه في الاي اللي فوق، هتلاقيه متثبت عندك في اول تعليق تحت، فروح اتفرج عليه. ولو اتفرجت عليه فخلاص تمام، خليك في الفيديو. فيلمنا بيبدا في قريه بيرك بعد ما بيكون الناس اتعودوا انهم يعيشوا مع التنانين، وبيكونوا عاملين سباق بينهم على الضيق كده. وبنشوف زعنف ومخاط جلف واللي كالمعتاد بيكونوا قاعدين بيرخموا على بعض. شفت كالمعتاد دي؟ راجل مثقف برضه، اكيد مش انا اللي كاتب الجمله دي. بيبقى السباق عباره عن انهم بياخدوا الخرفان وبيحطوها في السله، وبيكون في سله لكل واحد فيهم يجمع فيها خرفان براحته. ممكن تبعتي لي رقمك على الماسنجر أعرفه بحضرتك. وبنلاقي ان حزوقة مش مشارك في السباق وملوش اي اثر. واثناء السباق بنلاقي ان التنانين عايشه في انحاء القريه عادي مع الناس، وانهم كمان بقوا يوفروا لهم احتياجاتهم. واكيد انت اتاكدت دلوقتي ان مش انا اللي كاتب الكلام ده، لان الكلام ده ما يطلعش منه. انا عايز سكريبتر ما يكونش محترم يعني، او على الاقل ما يقولش اثناء واحتياجاتهم والمعتاد. الله يحاول ما يحسسنيش ان بقرا نشره اخبار. يا عم ده فيلم كرتون، يا عم مشي الدنيا. بعد كده بنروح لرزين وعم جابر، واللي بيعلنوا ان دي اخر جوله في السباق، وبيكون التوأمين في المقدمه باكبر عدد خرفان، وبيكون فاضل للباقيين فرصه وحيده للمكسب، وهو انهم يمسكوا الخروف الاسود. بكار او فحمه، شيكا زنج عبد عجوه ضلمه. وبتكون استرد خلاص هتمسكه، ولكن بيسبقها زعنف وبيقوم مدي الخروف لخشنه. برضه شغل قديم وبلدي بلد. المهم بيبدا التوأمين انهم يتخانقوا، فاسترد بتستغل الفرصه وبتطلع على التنين بتاعهم وبتاخد الخروف من وسطهم وبتكسب السباق. بعد كده بنروح لحزوقة وابو سنو اللي بيبقوا طايرين في جوله مع حالهم كده، وبيطلعوا فوق السحاب يجربوا مع بعض حاجه جديده، وهو انهم يجربوا حركه كده للديل بتاع ابو سن، بحيث ان حزوقة لو وقع ابو سن يعرف يتحكم لوحده ويلحقه. وفعلا بيعملوا كده، وبيثبت الديل على وضعيه معينه وبيقوم ناطط. فبينزل ابو سن وراه، وفجاه بنلاقي ان حزوقة بيطلع جناحات من البدله بتاعته، واللي هتخفف الوقعه، ولكن لو ابو سن ما لحقهوش فهو مش هيطير يعني. بس في الاخر بيطلع قدامه محيطه سد، وبيكون حزوقة هيدخل فيها بدماغه، ولكن ابو سن بيرمي عليها نار بسرعه وبيلحق الدنيا. وبعد كده بيلاقوا نفسهم اكتشفوا ارض جديده في الجوله بتاعتهم دي، وبيكون ابو سن متضايق منه ومن التهور الزايد اللي هو فيه، وبيبقى عايزه يعتذر له. وبعد منها حزوقة بيطلع الكتاب بتاعه، وبيكون عمال يرسم في خريطه الاماكن الجديده اللي بيلاقيها، وبيسمي المكان الجديد ده مركز مطوبس، وبيحاول يستكشف انواع تانية من التنانين في الاراضي دي. بيبقى نفسه يلاقي غضب ليل تاني غير ابو سن، اهو يعني يطمن على السلاله. وبعدها بتجيله استرد وبتقول له فينك يا عم مش باين وبتاع، فبيقول لها انه هربان من ابوه، وده بسبب انه عايزه يبقى الزعيم. واسترد بتبقى فرحانه جدا بالخبر ده، فبتقول له ها وقلت له ايه، فبيحكي لها. واول ما بيبص الناحيه التانيه بيلاقيها جريت، وبتقول له بصراحه هي هتكون مسؤوليه، ولكن هحاول اساعدك واخد بالي من ابو سن. وهو بيكون مش عاجبه الموضوع علشان بيكون عنده خطط تانية غير اللي ابوه شايفها، وانه لسه بيدور على نفسه. وبتحاول تبقى حكيمه وبتقول له في حاجات مش بنبقوا شايفينها قدامنا ولكن بتبقى جوانا. فبيقول لها فعلا انا شايف حاجه غريبه قدامي، بص كده ايه ده. وبنلاقي ان في دخان طالع من المكان اللي قدامهم ده، فبيروحوا ناحيته، وبيكون المكان ده جوه غابه كئيبه كده وسط البحر، لحد ما بيوصلوا للمكان الغريب ده، واللي بيكون طالع منه تلج كتير في عز الحر اللي احنا فيه ده. وبيقعدوا يلفوا حوالين المكان وهم مستغربين، ومره واحده حد بيرمي عليهم شبكه وبيوقع استرد. وحزوقة بيلحقها، ولكن بيكونوا اصطادوا التنين بتاعها. وبعد كده حزوقة بينزل لهم، والزعيم بتاع العصابه دي بيقعد يتكلم كتير انه ازاي انا مش مصدق ان لسه في غضب ليل موجود لغايه دلوقتي ولسه ما انقرضش، وان الزعيم بتاعه اللي بيكون اسمه دراكو هيكون فرحان جدا بوجود غضب ليل في جيش التنانين بتاعه. فحزوقة واسترد بيستغربوا من الكلام ده وبيكونوا مش فاهمين حاجه. وحزوقة بيقول له احنا مش عايزين مشاكل، فبيقول له الواد ابو ديل حصان ده ان كان احسن تقول كده قبل ما التنانين بتاعتكم تدمر القلعه بتاعتنا. وبيكون حزوقة مش فاهم اي حاجه برضه من كلامه ده، واللي بيفهموا من القصه دي كلها ان في ناس قدروا يروضوا التنانين زيهم بالظبط غير قريه بيرك يعني، وهم اللي عملوا كده في الناس دول ودمروا القلعه بتاعتهم. وبيزودوا عليه كمان وبيعرفوه ان الناس دول معاهم تنين قدر يجمد لهم القلعه بتاعتهم، وبسبب الناس دي بقوا متعطلين في تسليم التنانين لدراكو، ودراكو ده بقى مش بيقبل اي اعتذار. فبيقول له حزوقة ان احنا ملناش دعوه بالليله دي، وعات التنانين بتاعتنا وهنمشي في سلام، ده انا هنمشي في سلام. وبعد كده الواد ده بيعرف نفسه ان اسمه ايريك وانه من صيادين التنانين. واول ما بيحس حزوقة ان هو عيل غدار، لسه ملاحظ دلوقتي، المهم ان هم بيبداوا يحرروا زوبعه. ابو سن بيحاول يشتت انتباههم، وفعلا بيقدروا يهربوا، ولكن ايريك بيقول لهم في الاول وفي الاخر التنانين دي هترجع لدراكو. وبعد كده بنروح لقريه بيرك بعد ما خلصوا السباق والكلام الفاضي بتاعهم ده، وبنشوف رزين وهو بيشتكي لعم جابر ان حزوقة ما جاش لحد دلوقتي. وجابر بيكون من الاخر يعني شاكك فيه، وشاكك في حوار انه ممكن يبقى زعيم للقريه، وبيقول له انه لسه عيل طري يعني ما ينفعش يمسك منصب بالحجم ده دلوقتي. وفي الوقت ده بيجي حزوقة وبيقول لابوه انه عايز يتكلم معاه في موضوع مهم، ولكن ابوه بيبلفه في الكلام كده وبيقول له تعالى الزبائن مستنيينك. وبيقعد يقول له انه لازم يسمعه علشان يقول له على موضوع الارض الجديده اللي هو اكتشفها، والناس اللي ما رحبوش بيهم نهائي دول. والناس دول عباره عن صيادين والقلعه بتاعتهم متدمره، وبيكونوا
فاكرين ان احنا اللي عملنا فيهم كده. فعم جابر وقتها ورزين بيقعدوا يقولوا له يا عم الموضوع هيعدي وكده كده انت هتبقى مشغول بكونك الزعيم الجديد للقريه وسيب بقى الشغل ده على زمايلك. ولكن حزوقه بيقطعوا بيقول له ان الناس دول بيجهزوا جيش من التنانين. فكلهم بيقفوا لحظه صمت كده لما بيجيب سيره دراكو، ورزين بيبان عليه الاستغراب وانه عارف حاجه، وبيقول له حزوقه انت متاكد ان دراكو؟ بعدها بيقول لكل اللي في القريه انهم يجهزوا نفسهم. ولما بيسالوا انت ليه بتعمل كل الكلام ده فبيقول له ان دراكو ده شخص ما عندوش اي ضمير، يعني لو بايده هيدمر القريه بكل اللي فيها، يعني رجاله ستات عادي مش هتفرق، كله هيموت، كلنا عموه. فحزوقه بيقول له ان احنا ممكن نتفاهم معاه، ولكن رزين مش بيعجبه الكلام ده، وبيقول له ان تحصين الجزيره دي هي الطريقه الوحيده اللي ممكن يوقفوا بيها غدر دراكو. وحزوقه وقتها بيكون مقتنع ان هم هيقدروا يقنعوا دراكو يغير رايه، ولكن رزين بيكون واضح عليه انه عارفه كويس وعارف ان دماغه ناشفه ولا هيقتنع بكلام حزوقه ولا غيره. وبيبدا رزين فعلا انه يحبس التنانين في الاقفاص ده علشان ما يروحوش معاه، وبيقول لحزوقه انه يفكوا من جو معاهدات السلام والكلام الفاضي ده لان ده مش هياكل عيش مع دراكو، وكل اللي يهمني دلوقتي هو ان احنا نحمي اهل القريه. قبل ما رزين بيقفل البوابه على القريه كلها حزوقه بياخد ابو سن وبيهرب هو واسترد، وبعدها بنروح لايريك وهو في طريقه لدراكو وبيحاول يصطاد اي حاجه في طريقه، وفجاه بيلاقي حزوقه واسترد في وشه فبيحاول يصطادهم. الراجل مش سايب حاجه، يعني بني ادمين تنانين كله شغال، ولكن ما بيعرفش لحد ما بينزلوا على السفينه بتاعته وبيقولوا له انهم استسلموا، وبيكون في دماغ حزوقه انهم بس يوصلوا لدراكو. وإيريك بيفهم ان حزوقه ناوي على حاجه فبيساله، فحزوقه بيقول له انه عايز يقابل دراكو علشان يخليه يغير رايه، فبيقعدوا يضحكوا عليه علشان عارفين ان دماغ اللي مخلفينه ناشفه، ولكن حزوقه بيحاول يقنعهم وبيفرد ديل ابو سن وبيكون عايز إيريك يركب عليه، ولكن فجاه بيجي تنين وبياخد حزوقه وبيطير بيه، وبيكون هو ده مخاط جلف وبيكونوا فاكرين كده ان هم بيساعدوه، ما بيكونوش فاهمين ان دي الخطه بتاعته اصلا. وبعدها إيريك بيرمي الشبك على التوأمين، ولكن خشنه بتفقد تركيزها اسباب مجهوله يعني، وبيقدر ان هو يوقعهم. بعدها حزوقه بينزل تاني على المركب وبيقول لهم انتوا بتنيلوا ايه؟ فبيقول له عم جابر احنا جايين ننقذك. اسكت انت مش فاهم حاجه. فبيقول له حزوقه ان هو مش محتاج مساعدتهم وانهم نيلوها اكتر. وبعدها بيجي رزين ينزل على المركب وبيقوم مسكت إيريك ويقعد يتكلم مع حزوقه شويه وبيعرفه انه عيل مستهتر، وبيبدا يحكي له القصه من اولها، وبيقول له ان من سنين في اجتماع من الاجتماعات اللي كنا بنعملوها في القريه فجاه بيدخل علينا راجل شكله غريب ولبسه كان عباره عن جلد تنانين، وقتها ما كانش معاه اي اسلحه، وبيبدا يعرف نفسه ان اسمه دراكو القبضة الدموية. القبضة الدموية، وانه ضحى بحياته علشان يحرر البشر وينقذهم من اخطار التنانين. بيقول لهم ان هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده وان هو اللي يقدر يحميهم، ولكن بشرط صغنن قد كده، وهو انهم يقدموا ليه فروض الولاء والطاعه وينحنوا ليه. المهم ان كلهم بيقعدوا يضحكوا عليه، فبيقوم سايبهم وماشي وهو على اخره بيقول لهم هنشوف انتوا هتعملوا ايه من غيري. واول ما بيطلع من القاعه بيدخل عليهم تنين وبيولع الدنيا، وكان رزين هو الشخص الوحيد اللي طلع عايش من الليله دي. وبعد الستوري تايم والقصه والحكايه اللي حكاها دي كلها حزوقه برضه بيفضل مصمم انه يحاول يقنع دراكو ده وبيمشي ويسيبهم، واسترد بتكون هتطير وراه، ولكن رزين بيشخط فيها بيقول لها ايه مش كفايه بقى يا اولاد مالكمش كبير ولا ايه؟ مالكمش كبير. وبعدها بنروح لحزوقه وهو متضايق من اللي حصل ده وبيقول لابو سن انه مش هيعرضه للخطر وانه ما يقلقش من حاجه. وبعدها ابو سن بياخد باله من حد بيطير جنبهم في السماء وبيكون لابس قناع وبيقف قدامهم فجاه، وبيكون ابو سن اخد وضعيه القتال، وفجاه بيجي تنين بيخطف حزوقه من فوق ابو سن، وقتها بيقع في البحر فبيحاول يطلع على حته تلج وشويه كده وبيجي تنين تاني وبياخده، وحزوقه بيقعد يقول للشخص اللي خاطفه ده انه حتى على الاقل يلحق ابو سن لان هو هيغرق ومش هيعرف ينقذ نفسه، ولكن هو ولا هنا بيطير بيه الكهف متحوط بالتلج من كل حته، وبيكون المكان ده مليان تنانين من جوه. وبعدها حزوقه بعد ما بينزله يعني بيقوم مطلع السيف بتاعه بيقعد يعمل فقره كريس المصري دي وهم زي العبط يعني مبهورين باللي بيعمله ده. وبعدها بيجي الشخص المقنع ده وبيقعد يلف حوالين حزوقه، وحزوقه وقتها بيقول له انت مين انت؟ وبعدها بيجي تنين تاني وبيجيب له ابو سن، وبعدها التنانين كلها بتفتح بقها علشان يولعوا نار وينوروا الكهف، وبعدها الشخص ده بينيم ابو سن بحركه بسيطه من ايده، وبيكون باين عليه انه بيعرف يتعامل مع التنانين زي حزوقه بالظبط. ولما بيقرب من حزوقه بيستغرب انه عارف اسمه، وقتها لما بتشيل القناع ده بتطلع انها واحده ست وبتكون مش مصدقه نفسها وبتقعد تقول له انت ازاي بعد العمر ده كله؟ وحزوقه وقتها بيكون مرتبك ومش فاهم اي حاجه وبيقول لها انا المفروض اكون عارفك ولا ايه مش فاهم؟ فبتقول له لا مش لازم تكون عارفني لانك كنت طفل وقتها. وبعدها بتقول له تعالى ورايا، تعالى يا احمد تعالى. وبنروح بعد كده الرزين وعم جابر وهم بيدوروا عليه وبيكونوا خايفين جدا علشان حزوقه الغبي ده مش هيسكت غير لما يوصل لدراكو برجليه، لحد ما بيوصلوا الحته اللي كان فيها ابو سن وبيلاقوا الخوذه بتاعت حزوقه وبيقولوا الله لا يكون جرى له حاجه. وبعدها بنرجع لحزوقه وامه وهو عمال يسالها هي ازاي ما ماتتش وانها لسه عايشه، مع ان ابوه قال له العكس وان في تنين يعني ولع فيها وخلاها نص سوا وبعدين كلها. المهم انها بتاخده في مكان مستخبي في الكهف كده، وبيكون ده المكان اللي هي بتجمع فيه التنانين اللي هي انقذتها طول حياتها، وبتلعب مع ابو سن شويه وهو فعلا بياخد عليها وبتعرفهم انهم في سن بعض على ابو سن وحزوقه يعني، وبتساله لقاه ازاي، فبيقول لها انه كان مرمي في جزيره بعد ما وقع من فخ يعني واحد ابن حرام كان عامله له، وبتقعد تحكي له عن قصص التنانين المعاقه اللي عندها وانها ازاي ست جدعه وانقذتهم من الموت. وبتقول له وقتها مين المتخلف اللي عمل كده في
تنينك. بيقول لها خلاص بقى انا المتخلف اللي عملت كده، بس هو ردها لي يعني وبقينا اصحاب. ولما بتجيب سيره ابوه بيقول لها انه اتغير وان كل شخص في القريه دلوقتي بقى معاه التنين بتاعه، بس هي ما بتكونش مصدقاه وبتقول له انها حاولت كتير ومحدش اقتنع بكلامها، وبتحكي له انها كانت مختلفه عن بقيه اهل القريه وان رايها ما كانش مسموع لان شخصيتها كانت ضعيفه. وبكده احنا اتاكدنا انها امه فعلا. وفي مره لقت تنين اقتحم البيت بتاعهم ودخلت عليه علشان تخلص عليه، ولكن لقيته بيلاعب حزوقه، فوقتها اتاكدت انها صح وبتبدا تتصاحب عليه. ولكن رزين بيفصل اللحظه دي وبيبدا يولع نار في المكان، وهي بتطلب منه يوقف اللي هو بيعمله. ولكن رزين لما بياخد حزوقه ويرجع يبص على مراته تاني بيلاقي التنين اخدها وطار لبعيد، ومن يومها هو اعتبرها ماتت خلاص. وبتقول له انها لقت ده امان ليه علشان كده ما رجعتش تاني. بتعرفه ان التنين بتاعها اسمه طائر السحاب، ولما اتعرف عليها ما كانش عايز يأذيها وكان حاسس انها بتنتمي للمكان ده. وبعدها بنشوف تنين ضخم لونه ابيض وبيكون هو ده التنين اللي بيطلع تلج، فبيقول لها هو ده بقى اللي دمر قلعه إيريك. فبتقول له انه كان بيحميهم مش اكتر، وان التنانين كلها بتخضع لاوامره ما عدا الصغيرين منهم واللي بيروحوا يعني يلعبوا معاه. ولما بيصحى بيشوفهم ابو سن فبيبص في الارض مكسوف باين. وبعدها امه بتاخده علشان يروحوا ياكلوا. وبعد كده بنرجع لاسترد واصحابها والكل بيبقى قاعد وفي اللي مكفيه. استرد بتكون قاعده مستنيه حزوقه، ولكن خيشنا بتكون عماله تتكلم عن إيريك. ولكن استرد بتطلع لهم فجاه وبتقول لهم انهم المفروض يعملوا حاجه بدل ما هم قاعدين كده، وانهم لازم يروحوا للباقيين علشان يساعدوهم، مش لازم يكون في امر من رزين ذات نفسه. اقول لكم حاجه، خدوا الامر مني انا شويه تابعين اللي ما عندكمش اي دماغ يا شويه بهايم اللي محتاجين حد يسوقكم. فبيوافقوا طبعا على الكلام المقنع ده. وبعدها بنرجع لإيريك ورجالته وهو عمال بيقول لهم انهم لازم يلاقوا تنانين في اقرب وقت، لان دراكو اول ما هيلاحظ ان مفيش منهم فايده هيقوم مخلص عليهم كلهم. وقتها بتيجي استرد تقوم واخداه من وسط الناس دي، بتقول له بالحسنى كده ومن غير ما مد ايدي عرفني نوصلوا لطريق دراكو ازاي. فبيقول لها على جثتي. بس كده عينيا والله حاضر. بعد كده بتنزل تجيبه تاني بعد ما بيكون مات من الرعب وبيوافق انه يوديهم. وبنروح لحزوقه وامه وبيقول لها ايه مش هناكل؟ فبتقول له بص كده، وبيطلع التنين ابو قرنين مؤاخذه من الميه وبيطلع لهم السمك على وش الميه، ما تعرفش بقى بيكهربوا ولا بيعمل ايه. بعد كده حزوقه بيطلع الخريطه بتاعته علشان يضيف عليها المكان اللي هو فيه زي ما بيعمل على طول. وبيلاقي امه هي كمان بترسم على الارض مع ابو سن، وبيفضلوا يقضوا وقت حلو مع بعض ومع التنانين، وبيبداوا يلاقوا انه في بينهم حاجات كتير مشتركه يعني طبيعي مع امه وابنها. وبعدها بيبدا يوري امه ان هو بيقدر يطير. الرحمن الرحيم، ممكن تعرفنا بنفسك؟ الراجل بتاعك. وبتنبهر بيه لحد ما بيخبط في جبل جليدي، وبتنزل تطمن عليه وبتقعد تلوم نفسها انها ضيعت الوقت ده كله بعيد عنه، وبتقول له يديها فرصه وهي هتعلمه كل اللي هي عرفته في ال20 سنه اللي قضتهم مع التنانين. وبعدها بتروح تملس على ظهر ابو سن فبيطلع حاجات من ظهره وهو نفسه بيكون مستغرب، وبتقول له انه كده هيعرف ياخد منعطفات حاده في الجو، وبيكون منبهر من الحوار ده. وبتقول له ان التنانين كلها عندها حاجات زي دي. فبيقول لها بالشكل ده احنا ان شاء الله هنقدر نقنع دراكو. فبتقول له دراكو مين يا ابني اللي انت عايز تقنعه، انت عبيط ولا؟ فبيستغرب ان حتى امه مش مقتنعه، والله عيل غبي. وبعد كده بنروح لاسترد واللي معاها بعد ما إيريك بيكون وصلها لدراكو، واسترد بتخلي زوبعه تنام فوق منه. بعد كده بيبصوا على المكان من فوق وبيراقبوا الاوضاع ماشيه ازاي، وفجاه زوبعه بتقوم من فوق إيريك وبتهرب، واحد بيرمي اسهم منومه على باقي التنانين وبيثبتوا الشباب بكل سهوله. وبعدها بنروح لدراكو وإيريك داخل عليه وكانه صاحبه يعني وبتاع، وبيقول له انه جاب له شويه تنانين في الظبط منه، ولما التنين بيرمي عليه نار بيصده بالبتاع اللي معاه دي وما بيتاثرش بيها، ولما التنين بيصرخ في وشه بيعمل عقله بعقل التنين وبيقعد يزعق في وشه هو كمان. وخطاف ناب بيدرك ان هو عبيط فبيعديها له. وبعدها إيريك بيعرفوا انه اثر صحابهم كمان. وقتها استرد واللي معاها بيتفاجئوا انه خانهم. وبعدها إيريك بيقع بلسانه وبيعرفوا ان في تنانين كتير جدا سايبهم وراه. وقتها بيمسكوا دراكو بيسالوا عن عددهم، وساعتها استرد بتفهم ان هم ولا مسكوا حزوقه ولا اللي معاه، فبتقول له عددهم بالمئات. وإيريك وقتها بيقول ان مستحيل يعرفوا مكانك، ولكن استرد بتكذبه وبتقول له ان هم كده كده هيعرفوا بغيابهم ويعرفوا مكانهم كمان لان معاهم تنانين تتبع. وبتقول له وقتها لو لمست شعره فينا حزوقه سيد التنانين اللي مفيش منه هيجي وهيفلقك نصين. فبيقول لها عشان حزوقه وكده، بيقول لها ان مفيش سيد تنانين غيري. وقتها بيقعدوا يضحكوا عليه، واسترد بتحاول تزود عليه وتخوفه ان هو وغضب الليل هيدمروا المكان ده بالكامل لو ما سابهمش يمشوا. فبيقول لها انت بتزعقي لي يا بنت انت، تعالى لي يا إيريك الكلب انت بقى، انت بتهجم على جزيره بيرك مكاني. وبيقوم رامي وبيأمر رجالته انهم يروحوا ويسيطروا على التنين الالفا. لا التنين ده هحط لك صورته دلوقتي. وبعد ما يسيطروا على التنين ده يدمروا بيرك بالكامل وبالمره يخلصوا على إيريك. وزوبعه وقتها بتحاول توجب معاه وتلحقه، ولكن بيتحدف عليها سهم منوم هي كمان، وبكده بيكون كلهم اتمسكوا. وإيريك بيبان عليه ان هو ندمان يعني مش كتير، وده لما لقى التنانين دفعت عنه بالرغم من كل اللي كان بيعمله معاهم. بعدها بنروح لحزوقه ابو سن واللي بيقول له احنا لازم نلاقي دراكو قبل ما هو اللي يلاقينا. وبيجي فجأة رزين من وراه بيمسكه وبيلاقيهم مأمنين ليه طريق للخروج، وبيحاول يحكي له ان في حاجه مهمه لازم تعرفها، ولكن رزين ما بيكونش سامعه خالص. بعدها هم ماشيين عم جابر بيبص على حاجه كده وبيسكت، بيقول له خش انت اتعامل. وقتها بياخد السيف وبيروح علشان يحل، ولكن الصدمه لما بيلاقي ام حزوقه واقفه قدامه والسيف بتاعه بقى بيقع من الصدمه وبتاع، وهي بتقعد تقول له انا عارفه انك عندك
عندك اسئله كتير ليا وان ليه ما رجعتش والجو ده، خليها لنفسك. وبعدها بنرجع لدراكو وهو رايح يرمي الرجاله بتوعنا في البحر، وبيكون هيبدا بايريك. اخيرا بيسترجل وبيقرر انه ياخد موقف معاهم، وفعلا بيبداوا يخلصوا على الموجودين واحد ورا التاني وبيروحوا يدوروا على التنانين بتاعتهم. واسترد بتلاقي مقبضه لحم اسمها كده، وايريك بيلاقي زوبعه اللي انقذته من شويه وبيشكرها. المهم بعدها بنرجع لحازوكا واللي بيبقى قاعد في جو اسري دافي كده، وفي وسط كل ده بيكون تايه ولسه في مرحله الاستيعاب. امه بتروح تملى القله فرازين بيصفر فبتتسمر مكانها، وبتكون دي اغنيه هم كانوا بيغنوها مع بعض زمان. وبتكون برضه طول ما هو عمال بيغني بصه في الارض وزعلانه لحد ما بتبدا تغني معاه وكلهم بيبداوا يغنوا. وسن بيقول لهم عايش يا رجاله، الله الله يا بخت الاطرش، وبيطلب منها ترجع معاهم وبتوافق. وفي وسط اللمه دي بيلاقوا كل التنانين بتتحرك في اتجاه واحد وبيبداوا يهجموا عليهم، وبيقع عليهم التلج اللي حوالين الكهف. ولما يطلعوا يشوفوا ايه اللي بيحصل بيلاقوا دراكو ورجالته وصلوا المكان. فبتقول له رازين ان احنا لازم ننقذ التنانين ونتحرك من هنا بسرعه. وبيكون الجيش بتاع دراكو كتير جدا وبيأمرهم انهم يدمروا الجبل، وده علشان يطلعوا تنين الالفا ويسيطروا عليه. ولكن استرد والرجاله بيفاجئوهم انهم قدروا يحرروا نفسهم وبيبوظوا لهم الخطه. وخيشنا شكل بتقع من على التنين بتاعها وبتنادي على ايريك علشان يلحقها، ولكن جوز المعاتيه بتوعنا هم اللي بيلحقوها. وحازوكا وقتها بيبدا يساعد استرد في تدمير جيش دراكو. ولما استرد بتساله هو كان فين كل الفتره دي وان هي كانت بتدور عليه وفكرته عند دراكو، بيقول له انه لقى امه المفقوده واللي بتكون فوقيها بالظبط هي وتنين الالفا. ودراكو لما بياخد باله من حازوكا وتنين الالفا بيبان على وشه الانبساط، لان هو ده اللي كان عايزه من الاول. عم ده كان هيدمر الجبل علشان يطلع التنين. ولما ام حازوكا بتحاول تساعده بتقع هي بالتنين بتاعها عند دراكو، وبتواجهه بتقول له انه مش هيقدر ياخد ولا تنين واحد من التنانين بتاعتهم لانهم كلهم تحت امر تنين الالفا، هو الوحيد اللي يقدر يتحكم فيهم. ودراكو وقتها مش بيسكت، بيبدا يصرخ وبيطلع تنين تاني من تحت الميه واللي بيكون شبه الالفا بالظبط. وبكده بتكون الخطه وضحت واللعب بقى على المكشوف. وبيأمر التنين ده انه يدمر تنين الالفا، وام حازوكا وقتها بتحاول تمنعه ولكنه بيضربها وبيكون خلاص هيخلص عليها. ورازين وقتها بيلحقها وبيواجه دراكو، بيقعدوا يدبوا في بعض هما الاثنين، وهي بتسيب الحكايه دي كلها وبتروح علشان توقف المعركه اللي دايره بين تنين الالفا وتنين الالفا الشرير. وبتنتهي المعركه بخساره الالفا لما الالفا الشرير بيدخل القرن بتاعه في بطنه وبيخلص عليه. وفي الوقت ده بيكون هو اللي مسيطر على كل التنانين اللي موجوده. وقتها دراكو بيأمر الالفا انه يخلص على ام حازوكا، ورازين بيطير وراه علشان ينقذها، وفعلا بيقدر يلحقها هو وعم جابر وبيحاولوا يستخبوا منه. وبعدها حازوكا بتاعنا انا مش فاهم دماغه اقسم بالله بيروح لدراكو ويطلب منه انه يوقف اللي بيعمله ده. بس هو بيطلب منه، يعني مش عارف اقول عليه طيب ولا اقول ايه. فبيفضل يضحك عليه وبيستهزأ بيه. فبيقول له علشان كده ابوك حس بالعار اتجاهك. فبيرد عليه حازوكا وبيقول له يعني اللي انت بتعمله ده كله علشان ايه؟ يعني عشان تسيطر على العالم؟ صراحه سبب وجيه يعني لو ده السبب. فبيقول له ان التنانين دي كائنات طيبه مش زي ما انتوا فاهمين، ممكن عادي جدا تعيشوا مع بعض في سلام. بس دراكو وقتها بيشيل الدرع الحديد اللي بيكون لابسه وبيوري له مكان دراعه اللي راح بسبب معركه دارت بينه وبين تنين. وبالشكل ده احنا بنعرف ايه سبب الحقد اللي شايله اتجاه كل التنانين. وبيقول له ان قريته اتدمرت وعيلته كلها ماتت بسبب التنانين، ومن ساعتها هو واخد عهد على نفسه انه يبقى سيد عليهم وما يخليهمش يأذوا حد. وبيقول له ان خطه زي دي بتكون محتاجه تنانين قويه علشان يقدر يسيطر بيها على التنانين التانيين. فحازوكا وقتها بيرد عليه وبيقول له لا، ده كلامك ده كله بايظ. انت يا عمنا بتستغل التنانين مش علشان تقدر على التنانين التانيه، لا ده علشان تقدر على البشر اللي بيعارضوا ارائك، واللي يرفض ليك رأي تخلص عليه. فبيقول له يا ابن اللعيبه انا قصدي كده فعلا. وبيكمل وبيقول له انهم ازاي عاشوا في سلام مع التنانين، ورايح بقى يوري له ازاي بيتعامل مع ابو سن وبتاع. فبيقول له اسمعني انت بس، وبيقعد يصرخ علشان يجي له تنين الالفا. وفي نفس الوقت رازين بياخد باله من صوته فبيروح له هو ومراته، وبيعرف وقتها ان حازوكا واقف معاه. ودراكو وقتها بيقول له ان مفيش تنين يقدر يقاوم اوامر الالفا، واللي يقدر يسيطر على تنين الالفا يقدر يسيطر على كل التنانين. وبيبدا الالفا يتحكم في ابو سن واللي بيحاول يقاوم شويه لحد ما عينيه بيتغير شكلها، وبيبان ان خلاص الالفا بدا يتحكم فيه. وبيدي امر لابو سن وبيبص فجاه لحازوكا وبيبان ان الامر اللي هو اخده انه يخلص عليه، وبيمشي ناحيته وبيكون مش شايف قدامه، وبيبان انه متسيطر عليه بالكامل وخلاص بيكون ابو سن هيخلص عليه. ولكن رازين بيلحقه وبينط في اخر لحظه مكانه وهو اللي بياخد الضربه. وبعدها بيروح لحازوكا هو وامه علشان يطمنوا عليه، وبيشوف نبضاته وبيلاقي انه خلاص رازين مات. وبعدها ابو سن بيفوق من السيطره اللي كان فيها وباقي اصحابه بيوصلوا للمكان، وابو سن بيروح له علشان يواسيه، ولكن حازوكا بيضربه وبيزعق له بيقول له امشي من هنا مش عايز اشوفك تاني. وامه وقتها بتحاول تفهمه ان دي مش غلطته وانه كان متسيطر عليه، وقالت له اسمع يا ابني مني الحكمه دي، التنانين كده كده طيبه، لما الاشرار بيسيطروا عليهم بيعملوا افعال شريره، والله هي قالت كده مش بهزر. وبعدها الالفا بينادي على كل التنانين عشان يجوا ناحيته ما عدا ابو سن، ومش عشان هو مش قادر يتحكم وبتاع، لا هو علشان ما كانش عارف يطير. فبيروح له وقتها دراكو بيركبه، وحازوكا بياخد باله وقتها بس ما بيكونش في ايده حاجه يعملها. وبعدها بيبداوا يعملوا مراسم الدفن بتاعه رازين وبيقوموا رامينه في البحر، وحازوكا وعم جابر بيكونوا متاثرين جدا وبيولعوا فيه بالمركب بتاعه. يلا في داهيه والله شغل كفره بعيد عنك. يعني عندهم اكرام الميت حرقه، وبيقعد يتاسف له حازوكا انه ما كانش عنده توقعه ولا كان
الزعيم اللي بيتمناه. وبعدها امه بتيجي تواسيه وبتقول له في الوقت اللي انت اتولدت فيه كنت عيل ضعيف، وانا كنت خايفه وقتها انك ما تقدرش تعيش في البيئه دي، بس ابوك هو الوحيد اللي ما كانش عنده شك فيك وكان واثق انك هتقدر تتعايش عادي. وبيقول لها انه كان دايما مش عايز يبقى زي ابوه علشان كان فاكر ان ده مستحيل وان صعب اي حد يبقى بالقوه والشجاعه بتاعته. وبعدها بيبص لهم وبيديهم امر انهم يرجعوا قريه بيرك. وهتقول لي ازاي هيرجعوا من غير تنانين؟ هقول لك انا بقى، عارف انت التنانين الصغيره اللي الالفا مش بيقدر ينومها؟ هي دي بقى التويستيه اللي في الموضوع. وبعدها بنروح لبيرك وبيكون وقتها الالفا وصل قبلهم لهناك، والتنانين بتطير ناحيته، ولما الاهالي بيطلعوا بيعرفهم ان رزين مات وما بقاش في حد يحميهم. وبعدها بيقوم مجمد المكان، ولما الرجاله بيوصلوا بيلاقوا الالفا مسيطر على كل التنانين اللي هناك. وبعدها حازوكا بيقول لهم يحاولوا يشتتوه عن ابو سن، والاهالي بتاخد بالها من حازوكا ودراكو وبيستغربوا انه قدر يوصل لهنا، وبيبداوا فعلا يشتتوا في الالفا لحد ما حازوكا بيروح لابو سن وبيحاول يرجعه وبيقول له انه ما كانش غلط، وبيحاول يقرب منه، وفعلا بيبان على ابو سن انه بدا يتاثر بكلامه وبيرجع فعلا وبيفوق كده. ودراكو وقتها بيكون مستغرب من اللي حصل، ولما حازوكا بيسيطر عليه دراكو بيروح علشان يضرب ابو سن، ولكن بيقوم موقعه وبالتالي بيفقد التحكم وبيقع هو كمان. وحازوكا بيلحقه وبيتحكم فيه، ودراكو بيقع على الالفا. وقتها بتبقى خطته انه يبعدهم عن بعض، وبيكون ابو سن برضه متاثر بالالفا ولكن تاثير بسيط يعني. وقتها حازوكا بيغمي عينيه خالص علشان ما يتاثرش باوامره ويقول له يثق فيه، وفعلا وقتها بيقدر يطير فوق منه عادي من غير ما يتاثر. ولما دراكو بيبص عليهم ما بيلاقيش حازوكا، وبيكون في الوقت ده جاي لهم ببدله الطيران بتاعته وبيرمي عليهم متفجرات، وبيكون يخبط في الالفا فبينده على ابو سن وبيلحقوا بينزلوا على الارض. وابو سن بيكون متعصب من الالفا ودراكو، بس دراكو بيأمر الالفا انه يجمد حازوكا، ولما ابو سن بينط قدامه علشان يحميه بيتجمدوا هما الاثنين. ودراكو وقتها بيكون مبسوط جدا انه خلص عليهم، وامه بتحاول تكسر في التلج، ولكن مره واحده بيطلع نور قوي جدا وبيفجر التلج كله. وقتها بيكون ابو سن لسه مكتشف انه عنده الطاقه دي واللي بتخرج من كل جسمه، وبعدها بيقعد يزقر في وش الالفا ويتحداه ويقول له انت عندك نقص بشخصيتك. وقتها بيكون مش فارقه مع ابو سن اي حاجه، وبيعمل كل ده علشان ينقذ حازوكا وباقي التنانين، وبيقعد يضرب فيه من كل اتجاه. وقتها بيفقد سيطرته عن باقي التنانين. وقتها بيروحوا كلهم ناحيه ابو سن علشان يقفوا في صفه. ولما حازوكا بيحاول يعرض على دراكو انه خلاص يعني يا عم كفايه، يا عم هتخسروا خلاص يعني، خلاص ننهي المعركه على كده، ولكنه ما بيرضاش. فبيأمرهم ابو سن انهم يضربوا عليه، وفعلا بيبداوا يضربوا على الالفا وهو معاهم، وبعدها بيسيبهم وبيقعد يتفرج عليه. خرابي على الروقان. وقتها فعلا الالفا ما بيكونش قادر يتحرك من كتر التجمع الهائل اللي حوالين منه من التنانين ده، ولما بيحاول يتحرك سنه ولا بتاع ابو سن بيضربه ضربه وبيقوم كسر له القرن بتاعه. اخيرا بيتكل على الله وبيمشي من هنا. وبعدها كلهم بيحيوا ابو سن وحازوكا، والتنانين كلها بترجع للقريه تاني وبيبداوا يعمروا فيها من جديد. وقتها بيجي طائر السماء بين قوسين يعني التنين بتاع عمه حازوكا، وبينحني وقتها قدام ابو سن وباقي التنانين بتقلده، وحازوكا بيتاسف لابو سن وبيقعدوا يلعبوا مع بعض بقى، وباقي التنانين بترجع لاصحابها. وكمان التنين اللي هو اسمه ساحق الجمجمه اللي هو بتاع رزين بيروح لإيريك. المهم حازوكا بيقول له ان التنين ده فعلا كان محتاج حد يرعاه وانت يعني تستاهل كل خير. حازوكا بتقول له ان ابوه كان هيبقى فخور بيه جدا في الوقت ده. وبعدها الحكيمه بتاعت القريه بتجيله وبتتوجه الزعيم عليهم، وكلهم بيبداوا يحتفلوا بيه بشر بقى وتنانين، وبيصلحوا في القريه بتاعتهم وبيرجعوا لحياتهم الطبيعيه زي الاول. بس المره دي بيكون الطفل اللي كان في اول القصه منبوذ ومحدش بيطيقه بيكون هو الزعيم بتاع القريه. وبكده نكون خلصنا ملخص فيلم النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا النوعيه دي من الافلام، واستنى الجزء الثالث. ولو لسه ما شفتش الجزء الاول فيعني روح شوفه يا عم روح شوفه يا عم. يلا يا عم سلام.